لو بتفكر في شراء حاجة مهمة أو استثمار بسيط، الصعيد المالي بيقولك يا عذراء اقرأ كويس واسأل وما تستعجلش. انت أكتر واحد بتعرف تمسك نفسك لما غيرك يتهور. كمان رسالة مهمة يا عذراء: اوعى تصرف فلوسك علشان ترضي حد أو تثبت حاجة. اللي فاهم قيمتك مش هيقيمك بفلوسك. الفترة دي مناسبة إنك ترتب ديونك وتحط خطة ادخار حتى لو بسيطة، وتبعد عن التبذير العاطفي. المال عندك ماشي بنظام، قليل ثابت أحسن من كتير بيضيع. ومع الصبر يا عذراء الاستقرار بيكبر واحدة واحدة. أما على الصعيد العاطفي، أنت يا عذراء من النوع اللي قلبك عميق بس مش بيبان. بتحب بهدوء وبتزعل في صمت، وبتفضل تصلح أكتر ما بتسيب. الصعيد العاطفي بيقولك إنك داخل مرحلة بتراجع فيها مشاعرك قبل ما بتراجع الشخص اللي قدامك. لو في علاقة في كلام مكبوت